النهارده بقى عامله لكم وصفه من احلى واسهل الوصفات اللي انا بعملها. الوصفه دي سريعه جدا وبسيطه ومش مكلفه خالص، مكوناتها اقتصاديه بدون ما نحط اي لحوم. الوصفه دي طعمها حلو قوي. لوحدها كده حلوه جدا، وتنفع في غدا، تنفع في فطار، تنفع في عشاء. هي في كل الوجبات حلوه قوي. ان شاء الله الوصفه تعجبك، بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. يلا بينا نبدا وصفتنا ونشوف مقاديرنا مع بعض. الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده دي المكون الاساسي بتاعها هو البطاطس. عندنا هنا بطاطس الكميه اللي انت تفضليها، اي كميه. ببقى غسلاها كويس جدا وبقشرها من القشر بتاعها، وببتدي اقطعها قطع صغيره. القطع الصغيره اللي انا بقطعها دي كل ما تخلي القطع بتاعتها صغيره هتتسلق معاكي في وقت قليل. يبقى هو ده المكون اللي عندنا بس النهارده، هو البطاطس. بعد ما قطعتها بالشكل ده هبتدي اجيب حله وتكون غويطه كده شويه عشان لما اجي احط بقيه المكونات عليها. هحط البطاطس كده، وطبعا هبتدي اغسلها بالميه علشان انزل النشا اللي موجود فيها، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. كده بعد ما غسلتها كويس جدا من الميه وصفيت الميه منها كويس، هبتدي بقى احط لها ميه تاني علشان نبتدي نسلقها. طبعا الميه تغطي البطاطس تماما. طبعا في خطوه مهمه جدا، ان احنا قبل ما نحط البطاطس على النار لازم نحط فيها ملح. هنحط معلقه صغيره من الملح وابتدي احطها على النار. ما بتاخدش وقت خالص في السلق، يعني يا دوبك 7 دقايق، من 7 ل10 دقايق بنخليها على النار. اول ما تغلي بالشكل ده ببتدي اغطيها واوطي عليها النار واسيبها بقى لمدة 10 دقايق كده. اول ما اختبرها بالشوكة والاقيها البطاطس خلاص اتسلقت معايا، هبتدي اصفيها من المية بتاعتها تماما، مش عايزين فيها اي سوائل خالص. وطبعا وهي سخنة بالشكل ده ببتدي اهرسها، ما سيبهاش تبرد وهرسها، مش هتتهرس معاكي، هيبقى فيها قطع كده كبيرة، مش هتبقى مهروسة كده وكريمي. فأي كمان نكهات هتحطيها عليها مش هتدي التست اللي انت عايزاه. فمهم جدا ان احنا نهرسها وهي سخنة. بعد ما هرستها كده كويس جدا هبتدي بقى احط عليها النكهات اللي انا عايزاها كلها. حطيت معلقة سمنة بس ما تكونش مليانة، و4 فصوص كبار من الثوم مفرومين. وعندي هنا بصل اخضر متقطع قطع صغيرة، البصل الاخضر بيديها طعم حلو قوي. ببتدي اهرسهم كده كويس. طبعا السمنة هتسيح معايا، وهي طبعا البطاطس سخنة، هتأكد ان السمنة ساحت معايا، وبعد كده هبتدي احط بقية المكونات. بعد كده هحط ربع معلقة صغيرة من الكمون، رشة صغيرة من الفلفل الاسود بيديها طعم حلو قوي برضو. وعندي هنا نص كوباية من النشا. النشا هيديها قرمشة ومش هيخليها كمان تفك لما نيجي نحمرها. ههرسها بقى كويس كده لحد ما احس ان النشا اختفى تماما في البطاطس، ما بقاش باين. طبعا انا بشتغل في البطاطس وهي سخنه، يعني انا كل شغلي على طول وهي سخنه، ما سيبهاش تبرد خالص. عندي هنا اي صينيه عندي مربعه، انا بس عشان اخلي الشكل مظبوط. بس انتي مش شرط تحطيها في صينيه ولا اي حاجه، ممكن تشكليها بايدك عادي. هبتدي انزل البطاطس كده واوزعها في الصينيه بالتساوي، يعني تبقى شكلها متساوي كده. بصوا، كل ما تشتغلي فيها وهي سخنة كل ما الشغل يبقى اسهل ويطلع معاكي الشكل زي ما انت عايزة. طبعا قبل ما احط البطاطس انا حاطه في الصينيه، حاطه كيس بلاستيك علشان لما اجي اطلع البطاطس تطلع معايا على طول، ما تبقاش ماسكه في الحاجه اللي انا حطيتها فيها. وببتدي اقطعها مربعات كده. مش شرط طبعا ان انت تعمليها مربعات، ممكن تعملي اي شكل انت حباه،
ولو عندك قطاعات قطعيها بالقطاعات، يعني هتفرديها عادي بين كيسين، مش لازم تحطيها في صينية. تحطي كيس من تحت كده وبعد كده تحطي البطاطس وكيس عليها من فوق وبتفرديها بايدك. طبعا طول ما هي سخنة هتتفرد معاكي على طول، ولو عندك اي قطاعة اي شكل هتتفرد معاكي. سبت البطاطس تبرد معايا كده في التلاجة وتمسك نفسها شوية، وبعد كده هبتدي اطلعها لكم واوريكم عاملة ازاي. وبرضو مش شرط تحطيها في التلاجة، طالما الجو ساقع هي هتمسك معاكي على طول، لكن لو احنا في صيف هنحطها في التلاجة شوية. بصوا كده وانا بطلعها القطعة ماسكة نفسها بالشكل ده كده. هبتدي احطها بقى ارصهم على حاجة تانية كده. انا رصيتهم كده بالشكل ده، عملت معايا كذا قطعة حلوة جدا. وبصوا كده وانا ماسكاها هعرف بقى ابتدي احطها في البيض والحاجات اللي احنا هنحطها فيها دلوقتي علشان نبتدي نحمرها. لو عايزة تحطيها في التلاجة تاني مفيش مشكلة، بس انا شايفة ان هي كده كويس جدا. عندي هنا بضاية، ده بقى الغلاف اللي انا هغلفه لها من بره علشان لما نيجي نحمرها. هحط على البيض رشة من الفلفل الاسود، شوية من الحليب، حوالي ربع كوباية. هبتدي اضربهم كده مع بعض. نركز بقى في الخطوات اللي جاية علشان مهمة جدا، علشان يطلع بنفس الشكل اللي انتي شفتيه في اول الفيديو. عندي هنا كورن فليكس، طبعا موجود عند العطار او في اي سوبر ماركت. بتطحنيه طحنة خفيفة، بلاش نطحنه جامد علشان يديكي نفس الشكل اللي انتي شفتيه في اول الفيديو. لو عايزة تطحنيه جامد مفيش مشكلة. يبقى انا عندي البيض والكورن فليكس اللي انا هستخدمه، هم دول اللي انا هعمل الغلاف بيهم للبطاطس. بمسك كده قطعة البطاطس، بصوا زي ما انتوا شايفين متماسكة ومش هتتكسر في ايديا، بس برضو وانا بحطها في البيض وبحطها في الكورن فليكس تبقى ايه بالراحة كده وانا بستخدمها علشان ما تتكسرش معايا. بعد ما حطيتها في البيض ببتدي بقى اغلفها كده بالكورن فليكس. بصوا بضغط عليها كويس جدا لحد ما الاقيها اتغلفت كلها تماما من الجوانب ومن كل حتة بالشكل ده كده. واي حتة مش موجود فيها الغلاف ببتدي اغطيها بيها كده بالشكل ده. طبعا الكورن فليكس بيدي قرمشة حلوة قوي اكتر من البقسماط، لكن لو انت عايزة تعمليها بالبقسماط مفيش مشكلة. هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة وهوريكم بعد كده هنعمل ايه. كده بعد ما خلصت كل الكمية اللي عندي بالشكل ده كده، غلفتها كويس جدا. هبتدي بقى احطها في التلاجة شوية، ان الغلاف اللي انا حطيته عليها ده يفضل متماسك علشان ما ينزلش معايا في الزيت. بعد ما سبتها شوية في التلاجة حوالي نص ساعة، هبتدي بقى احمرها. عندي هنا زيت غزير، وطبعا الزيت لازم يبقى سخن ولازم يبقى غزير علشان القطعة اللي انت هتحطيها ما تبقاش شاربة زيت كتير. وطبعا واحنا بنحطها في الزيت بنحطها بالراحة جدا، وما نحطش كمية كبيرة علشان الزيت السخونية بتاعته ما تقلش. وبرضو لو سخونية الزيت قلت هتشرب معاكي زيت ومش هتبقى حلوة. فالخطوات اللي هتخليها مقرمشة معاكي ومش شاربة زيت ان الزيت يبقى سخن جدا ويبقى غزير، وما نحطش كمية كبيرة في الطاسة اللي احنا بنحمر فيها. بصوا زي ما انتوا شايفين كده الغلاف ما تحركش منها خالص. برضو خطوة مهمة جدا وانتي بتحطي الحاجة في الزيت، ما نقلبش خالص غير لما نحس ان هي خدت لون كده ذهبي بسيط. بعد كده ابتدي اقلبها على الناحية التانية، لكن لو حركتها بسرعة البطاطس ممكن تفك منك في الزيت، ما تبقاش القطعة كده ماسكة نفسها وسليمة، وفي نفس الوقت الغلاف اللي انتي حطاه هيفك خالص في الزيت. لو مشينا بنفس الخطوات اللي انا قلت عليها الوصفة هتبقى مظبوطة معاكي وهتبقى ناجحة.
طبعا لو انتي مشيتي بنفس الخطوات دي في اي حاجة بتحطي فيها بقسماط او بتحطي فيها كورن فليكس، الغلاف مش هيتشال منها خالص، يعني هيفضل الغلاف متماسك فيها لو مشينا بنفس الخطوات. طبعا بعد ما وصلت للون الذهبي البسيط ده مش عايزينها تتحرق معانا. طبعا قبل ما تحطي الكمية التانية بتشيلي الحاجات اللي موجودة في الزيت دي علشان ما تتحرقش معايا. هحط بقية الكمية وهوريكم بعد كده هيبقى شكلها عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيتها في طبق، حطيت تحتها جرجير. الاكلة دي مع الجرجير حلوة قوي، مع شوية سلطة بالعيش تحفة جدا. زي ما قلتلك تنفع في فطار، في غدا، في عشاء. الوصفة سهلة وبسيطة وسريعة، مش مكلفة خالص، في نفس الوقت كمان اقتصادية وبدون اي لحوم. عملنا وصفة سهلة جدا وبسيطة وطعمها حلو قوي. ان شاء الله الوصفة تعجبك وتجربيها وتقولي رأيك ايه في التعليقات. تعالوا بقى اسمعكم القرمشة بتاعتها، كمان مش شاربة زيت خالص، وريحتها طبعا حلوة قوي، مقرمشة جدا. طبعا بتتاكل وهي سخنة، يعني هي الاكلة دي بتتاكل وهي سخنة، ما ينفعش تبرد خالص. انا كده خلصت الوصفة خلاص. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.